عمرك سألت نفسك ايه أصعب شعور ممكن يعيشه الإنسان؟ انك تعرف انك هتموت ولا انك تسيب وراك أقرب الناس لقلبك؟ تخيل انك تفتح كتاب بالصدفة وتكتشف انه مش مجرد كتاب عادي، دي مذكرات لبنت من فصلك، وبين صفحاته تعرف انها مصابة بمرض في البنكرياس، مرض ملوش علاج. يعني ببساطة كل يوم بتصحى فيه بيقربها اكتر من آخر يوم في حياتها. والغريب ان البنت دي أول ما عرفت إنك كشفت سرها تقرر تخلي جزء من آخر أيام حياتها. فمع القصة يا ترى دعونا نروي ما جرى. ده هو هاروكي، ويمكن أغرب حاجة فيه إنه كان شايف إن الحياة أبسط بكتير من اللي الناس بتعمله، وبيفضل يقضي أغلب وقته لوحده، لا كان بيدور على أصحاب ولا مهتم إنه يقرب من أي حد. وهي أثناء وجوده في المستشفى لإجراء كشف بسيط بيلمح مذكرة صغيرة مرمية على أحد المقاعد، ومن باب الفضول مد إيده يشوف فيها ايه. كان فاكر انها مجرد دفتر عادي، لكن اول ما قرأ عنوان الدفتر واللي كانت بعنوان مذكرة التعايش مع الموت، الفضول اخده عشان يعرف محتواها. بدأ يكمل قراية ليكتشف ان صاحبة المفكرة بتحكي عن اصابتها بمرض في البنكرياس، مرض نادر ومالوش علاج، والاطباء اكدوا لها ان عمرها بقى محدود. لكن قبل ما يرجعها مكانها بيسمع صوت حد بينادي عليه، ويلاقي صاحبة الدفتر واقفة قدامه، ودي بقى زميلته من نفس الفصل واللي اسمها ساكورا. ولانها ادركت انه عرف الحقيقه قررت تواجهه بدل ما تخبيها، وهي اعترفت له ان كل اللي قرأه كان حقيقي، وانها فعلا بتعيش ايامها الاخيره. بعد ما الاطباء اكدوا لها ان مفيش علاج لحالتها، بعدها طلبت من هاروكي ما يقولش لحد، وان ده سر بينهم، لانها ما كانتش عايزه الناس تعملها بطريقه مختلفه، كانت عايزه تعيش اخر ايامها كاي انسان طبيعي. عشان كده هاروكي وافق على كلامها، وبعد المستشفى كانت مستنياه واكدت له المره التانيه انه ما يقولش لحد. قال لها انه ما عندوش حد عشان يقوله، والبت فهمت انه ما عندوش صحاب، فقررت انها تصاحبه وطلبت منه يخرج يتمشى معاها. الواد استغرب لانهم اصلا ما كانوش صحاب ولا حتى كانوا بيتكلموا مع بعض، لكن ساكورا ما كانتش من النوع اللي بيستنى موافقة حد، فضلت تضغط عليه لحد ما وافق في الاخر، ومن بعدها وهي مش سايباه في حاله. فمن اللحظة دي بقى بينهم سر هيجمع بين اتنين ما كانوش يتوقعوا ابدا انهم هيبقوا جزء من حياة بعض. ومن هنا بدأ اول يوم يقضوه سوا. ساكورا كانت بتتكلم طول الوقت عن المدرسة وعن الناس وعن كل حاجة عايزة تعملها، انما هاروكي فكان يقرب الوقت بيسمع وبس. وفي وسط الكلام سألها سؤال كان بيدور في دماغه من اول ما عرف سرها: انت ليه اخترتي اكون جزء من اخر ايام حياتك؟ ليه بتحكي لي وانت عمرك ما كنت قريبة مني؟ بترد عليه انها اصلا ما اختارتهوش، هو اللي عرف السر بنفسه، وبما انه بقى عارف فهي شايفة ان مفيش داعي تفضل تبعد عنه. وبتكمل كلامها ان وجود واحد يعرف حقيقتها اريح بكتير من انها تفضل شايله كل ده لوحدها. بعدها طلبت منه انه يساعدها، ورغم ان هاروكي كان بيرفض دايما الا انه في كل مره كان بيلاقي نفسه ماشي جنبها. والغريب ان اكتر واحد كان بيهرب من الناس بدا يقضي وقته مع اكتر بنت معروفه في المدرسه. يمكن الاتنين ما كانوش شبه بعض في اي حاجه، لكن اوقات الاختلاف هو اول سبب بيجمع بين اي حد. ومع كل خطوه كانوا بيمشوها سوا كانت المسافه بينهم بتبدا تقربهم من بعض اكتر واكتر. لكن وهم ماشيين سمعوا صوت دوشه في المكان، ولقوا عيل بيضايق في ست عجوزه، وده لانها وقعت عليه وبهدلت له هدومه. هاروكي ما كانش مهتم وراح عشان يمشي، لكن ساكورا راحت تساعد الست العجوزه، قالت له انت اللي غلطان. وبعدين هو في حد يمشي في السوق بالعجله؟ الواد لسه هيضربها ويلاقي شرطه جايين عليه. ساكورا بتستغل الفرصه وبتضيع له مستقبله، بتاخد هاروكي وبتجري بسرعه. بعدها بتقف وبتقرر تقضي اليوم في الكافيه، وهي اثناء ما هم قاعدين بتقرر ترن على صاحبتها كيوكو، وبتقترح على هاروكي يبقوا يخرجوا هم الثلاثه مع بعض، وبتطلب منه رقم تليفونه. وبعد يوم بيرجع البيت وبيلاقي ساكورا بعتاله بتتمنى انها تفضل معاه لحد اخر يوم ليها. وفي المدرسه ساكورا بتوصل وزمايلها في الفصل بيقولوا لها كنت بتعملي ايه امبارح مع المتوحد ده؟ وبيتضح ان العيال شافتهم مع بعض، بتقول لهم انه كويس ومش زي ما انتوا فاكرين. بيمر الوقت وبننتقل لمكتبه المدرسه. قالت له ايه رايك نخرج النهارده؟ لكن هاروكي ما كانش فاهم هي ازاي قادره تكون مبسوطه وهي عارفه ان ايامها قليله. فهي طول الوقت بتضحك وبتتكلم مع اي حد وكأن ما عندهاش اي هم، انما هو فكان بيفضل يسمع اكتر ما يتكلم. وبعد اليوم الدراسي الاتنين راحوا لمحل حلويات، ومن هنا بدأ هاروكي يخرج من العالم اللي حابس نفسه فيه خطوة ورا خطوة من غير ما يحس. يمكن ساكورا كانت عارفة انها مش هتقدر تغير مصيرها، لكن قدرت تغير حياة شخص تاني، وده كان كفاية بالنسبة لها. بعدها هاروكي قرب من ساكورا قال لها هو انت فعلا هتموتي؟ قالت له بالظبط، وانت الوحيد اللي اقدر اتكلم معاه في الموضوع ده، وعشان كده فانا عايزة اقضي اخر ايامي معاك. وهي قاعدة بتكمل
بتكمل وبتقول له انها قبل ما تموت عايزه يكون ليها حبيب في العالم ده. الواد اتكسف وقال لها تقصدي ايه؟ ساكورا قالت له ولا حاجه، وبعدين انت ما ينفعش تفضل كده، لازم تعمل صحاب وتختلط بالناس. وبعد يوم الاتنين بيتقابلوا وبيقرروا يسافروا مع بعض. هاروكي سالها اهلك ما اعترضوش على الرحله دي ولا ايه؟ قالت له ابدا، فانا قلت لهم اني خارجه مع صاحبتي كيوكو. بعدها بتبدا تكتب في المذكره بتاعتها، واول ما بيوصلوا ساكورا بتبقى مبسوطه جدا. فمن اللحظه دي بدات تخرج كل يوم مع هاروكي، راحت اماكن كتير والعلاقه بينهم بدات تكبر اكتر واكتر. ساكورا ما اكتفتش بكده وبس، بل اخدت صور معاها للذكرى. وفي احدى الايام استاجرت فندق ليها هي وهاروكي، وبعد ما بيدخلوا بتقرر تدخل الحمام عشان تستحمى، وبتسيب هاروكي قاعد لوحده. بعدها بتقول له يجيب لها الغسول من الشنطه بتاعتها. لسه بيفتحها والواد بيتصدم من الحاجه اللي شافها. هاروكي مرضاش يتكلم عن اللي شافه، وساكورا قالت له يلا نلعب، ودي لعبه مكونه من 10 جولات، واللي هيكسب هيطلب من الطرف التاني اي حاجه. وبالفعل بيلعبوا والبت بتكسب. بتساله من اجمل بنت شايفها في الفصل بتاعنا، بيقول لها وللسؤال ده بتقول له ان هي دي اللعبه، ولانك خسرت فلازم تنفذ اي حاجه اقولها لك. بيسالها لو كان الشيطان هو اللي صنع اللعبه دي، لكن وبما انها لعبه فبيقرر يجاوب. والبت بتتضايق شويه لانها افتكرت انه هيختارها هي. وفي الجوله الجديده البت بتفوز من جديد. بتساله عن تصنيفها في اجمل البنات اللي في الفصل، بيقول لها التالتة، والبت بتتحرج من كلامه. بعدها الواد بيفوز وبيسالها عن طفولتها، بتقول له انها كانت عشوائيه جدا وبتعمل كل اللي يخطر في بالها، وبيفضلوا يلعبوا الوقت طويل جدا. وفي اخر جوله البت بتفوز، ومن الفرحه بتوقع نفسها من على الكرسي، فبتطلب منه انه يشيلها على السرير. بيقول لها تبطل هبل وبيمد لها ايديها عشان تقوم، لكنها بتقول له انها مش قادره. الواد بيزهق منها وبيقرر يشيلها بالفعل. وهي اثناء ما هي نايمه هاروكي بيقلب الورق من جديد والبنت بتكسب. بتقول لها هتعمل ايه لو قلت لك ان خايفه من الموت؟ هاروكي بيفتكر اللي شافه في شنطتها، فكم الادويه الموجوده مش طبيعيه. دي ادويه واحده خايفه جدا من الموت، واحده بتصارع الموت لوحدها. فرغم ان الاطباء اكدوا لها ان مرضها ملوش علاج، فهي ما كانتش قادره تتقبل الموضوع ده، وبتحاول تخبي وجعها بكل ضحكه بتضحكها. ما بيرضاش يجاوب عليها فبتغير السؤال بطلب، وبتطلب منه انه ينام جنبها لانها خايفه. وبالفعل اليوم بيعدي على كده، والاتنين بيقرروا يرجعوا من الرحله دي. لكن وقبل ما يمشي بتقول لها نبقى نخرج مع بعض في وقت تاني، وهاروكي بيوافق. بعد فتره صاحبتها بتزعله وبتقول له ما تقربش من ساكورا، فهي بنت رقيقه جدا وبتعيط من اي حاجه، وده لانها كانت خايفه انه يأذي صاحبتها. ومن بعد اليوم ده ساكورا بتعزمها عندها في البيت. بيقول لها انه مش هيقدر، وده لان طريقهم عكس بعض، لكن كالعاده بتصر عليه لحد ما بيوافق. بعد ما بيوصلوا الاتنين كانوا قاعدين بيلعبوا طول الليل، وبتسأله لو كان ممكن يقبل بيها كصديقه. بيقول لها لا. بيكملوا بيقول لها انه ماشي. وبعد ما بيخرج الواد بيقول لهاروكي انت ايه اللي جابك هنا؟ هاروكي بيعصبه وبيقول له انت مالك؟ فالواد اتضايق وضرب هاروكي. في نفس الوقت ده ساكورا بتوصل وشافت الواد واقع على الارض، بتجري عشان تطمن عليه. الواد قال لها انت ايه اللي بتعملي مع الواد ده؟ ساكورا بتتعصب وبتقول له مالكش دعوه، واياك تقرب مني او من اي حد قريب مني بعد كده. وبالفعل الواد بيمشي. بعدها البت بتتاسف لهاروكي على المشكله دي، وبتقول له عشان خاطري يا هاروكي خليك معايا قبل ما اموت. البت بتعيط وهاروكي فعلا بيوافق. وبعدها ولان هدومه اتبلت قالت له يجي البيت عندها عشان تديله هدوم جديده. وبعد اليوم ده الاتنين خرجوا كتير جدا مع بعض، اكلوا ولعبوا وتصوروا وغنوا وخرجوا اكتر واكتر. لكن وبعد الايام دي ساكورا دخلت المستشفى، وفي مره راح يزورها لقاها بترقص. ساكورا اتحرجت من الموقف ده. بعدها فضل قاعد معاها شويه، والاتنين قعدوا يتكلموا مع بعض. وهي اثناء كلامهم قالت له انها عايزه علاقته بصاحبتها كيوكو تتحسن. بعدها طلبت منه انها تلعب معاه نفس اللعبه اللي لعبوها في الفندق مره تانية. هاروكي بيوافق لكن لجوله واحده. وهي اثناء ما هم بيلعبوا الواد كسب، وده معناه انه يقدر يسالها او يطلب منها اي حاجه. عشان كده سالها هي الحياه بالنسبه لك يعني ايه؟ قالت له انها تعيش مبسوطه، تتعرف على اصحاب وتخرج تتكلم مع الناس وتعمل كل اللي نفسها فيه. وعلى الجانب التاني صاحبتها كانت سامعاها من بره. ساكورا بتكمل وبتقول لهاروكي ان الوحده غلط ومش هتعرف تعيش حياتك بالشكل ده، لازم تختلط بالناس يا هاروكي. الواد كان قاعد يسمع. قال لها انت علمتينا حاجات كتير. وبعد فتره وفي الليل امها بتزورها، بتكلم مامتها وبتعرفها عن كل حاجه بينها وبين هاروكي، وبتطلب منها حاجه هنعرفها في اخر الفيلم. بعد يوم هاروكي لقى ان المستشفى اجلت اقامتها لاسبوعين زياده. راح لها ولقاها قاعده، والاتنين خرجوا مع بعض. سالها لو كان عادي انها تخرج، قالت له عادي. بعدها راحوا لمكان عالي. قال لها ما كانش لازم تستعجلي، تقدري تستني فتره علاجك وتخرجي براحتك. قالت له لا، فانا كان لازم اروح النهارده. الواد استغرب وسالها انت اللي بدات تتكلمي بطريقه غريبه الفتره دي؟ بعدها استوعب. قال لها هو انت هتموتي مش كده؟ قالت له طبعا. وبعدين هو في حد مش هيموت؟ قال لها انت فاهمه قصدي، ممكن ده مش ظاهر عليا بس انا قلقان عليكي. قالت له انت عايزني اعيش مش كده؟ قال لها ايوه. البت اتحرجت وكانت مبسوطه. قالت له ما تقلقش، فانا هقول
لك أول ما أحس إن هموت. وقتها الألعاب النارية اشتعلت في المكان، وهو ده السبب إنها خرجت. وفي اليوم اللي بعده هو عند بيت هاروكي، أمه قالت له بقى عندك حبيبة مش كده، لازم تعزمها وتعرفنا عليها. قال لها أنت فاهم غلط. سألته يعني دي مجرد صديقة؟ كملت وقالت له مش مهم، المهم إنك بدأت تبقى مبسوط ودي حاجة مفرحاني. بعدها الواد بيمشي في الشارع، زميله بيقابله بيسأله لو عايز ياخد لبانة. هاروكي بيقول له لا، لكن وقبل ما يمشي اخوات زمايله بيجوا. هاروكي بيفتكر كلام ساكورا، وده لما قالت له انه ما ينفعش يفضل كده ولازم يختلط مع الناس، عشان كده قال له هات اللبانة وفعلا بيديها له. قعد يفكر في كلامها وهو ماشي. بعدها دخل كافيه، ساكورا بعتت له وقعدوا يتكلموا على التليفون، وفي اخر رسالة كتب لها انا عايز اكل بنكرياسك، وهي دي اخر رسالة بعتها لها. عدى وقت طويل والمحل قفل وساكورا لسه ما ردتش. بيرجع البيت والواد قاعد يفكر فيها، لكن وهو قاعد الاخبار كانت شغالة عن خبر وفاة طالبة في المدرسة عندها 17 سنة، وهي دي زميلته ساكورا. الواد مش مصدق عينيه، والصدمة الأكبر إن في مجرم هو اللي قتلها. هاروكي مش قادر، مش مصدق عينيه، مش مصدق إن الحياة صعبة بالطريقة دي. الواد طلع عشان يدخل لأوضته، لكن وهو طالع ما قدرش يمسك نفسه ووقع على السلم، جسمه قعد يرتعش، فضل يعيط. بيجي موعد الجنازة بتاعتها وكل أصحابها بيحضروا. العيال كلها متأثرة بموتها، محدش فيهم كان متوقع إن ساكورا تموت. كلنا افتكرنا إن المرض هو اللي هياخدها، لكن القدر كان كاتب نهاية تانية، نهاية محدش قدر يتخيلها. والوحيد اللي ما حضرش الجنازة كان هاروكي. فضل قاعد مكتئب في بيته، ما كانش بيخرج ولا كان بيكلم حد. فما أشد وقع الفراق حين يسرق الموت آخر لقائي. 10 أيام بحالهم قاعد في عزلة تامة، لحد ما أخيرا قرر يخرج ويروح لبيت ساكورا، وهناك بيعز والدتها ويقول لها أنا عايز أقولك على حاجة، فأنا كنت عارف بمرض بنتك وما تخيلتش إن نهايتها تكون بالشكل ده، وخليت الموضوع سر عن زمايلها. أمها قالت له يعني هو أنت هو اللي بنت فضلت تكلمنا عنه. عيطت وقالت له أنا مبسوطة إني لقيتك. بعدها ادت له المذكرة وقالت له إن ساكورا كانت سايبها له. الواد مسك المذكرة وفضل يقلب فيها، قرأ فيها كل لحظة عاشوها مع بعض. ساكورا كانت شايفة إنسان كويس وبيحافظ على سرها، وقضت معاه ذكريات كتير. ولما راحت المستشفى قالت إنها خايفة تموت وتسيب صحابها وأهلها وحتى هاروكي. فضلت تعيط، وآخر حاجة كتبتها إنها هتخرج بكرة. وفي الصفحة التانية ملقاش حاجة، لسه هي في الكتاب بس والدته وقفته بتقول له إن ساكورا كانت كاتبة حاجات تانية. الواد قعد يقلب ويتفاجئ باللي شايفه. ساكورا كانت كاتبة إن العلاقة بينهم كانت جميلة بشكل ما يتوصفش، لدرجة إن الواد حس بحضورها معاه. وفي آخر المذكرة لا آخر رسالة كان كتبها لها أنا عايز آكل بنكرياسك. عرف ساعتها إنها قرأت الرسالة. هاروكي بالفعل ما قدرش يستحمل أكتر من كده، فضل يعيط على كلامها، فهو كان عايزها بس هي خلاص ماتت. بعدها حاول يتخطى لكنه ما قدرش. بيقابل صاحبتها وبيشرح لها على كل حاجة وبيديلها المفكرة، وصاحبتها لما بتعرف كل حاجة ما بتقدرش تستحمل. فضلت تعيط، قالت لها ليه يا ساكورا اللي سبتيني ومشيتي؟ فما أشد وجع الفراق حين يبقى الأثر ويرحل صاحب الأثر، ولعل بعض الحكايات لا تنتهي. سلام.